خدامك مصباح يا زحروك، انت مش فاكرني ولا ايه؟ انت بتعمل ايه هنا يا مصباح؟ قاعد بشرب شاي يا عمنا، ما تيجي تشرب معانا؟ لا اصل انا عايزك في حكايه كده تخص معلمك وزين. كلمتين عايزك توصلهم لي. تحت امرك يا عمنا، انت تأمرني. طب اركب نتمشى بالعربيه شويه ارجعك هنا تاني عشان ما ينفعش الكلام هنا. عيني يا عمنا، ابقى حاسب انت بقى عوبد، ماشي؟ انت كنت فين يا مصباح؟ بقالك كام يوم ما بشوفكش في السوق يعني. والله يا عمنا سافرت البلد اشوف امي واخواتي، اصلهم كانوا وحشني قوي. ربنا يخليهم لك يا حبيبي. الله يكرمك يا عمنا. طيب يا دحروج، ارميها عندك بعد ما تفضى ابو زين وابعت هات الواد التاني. عايزهم يكونوا قدامي الساعة 9 في الليل. وبلغ الواد عطا بالميعاد ده. خلينا نطوقوه من المرار الطافح اللي غرقان فيها. مع السلامة. ملهاش عايزة الحكاية دي دلوقتي، احنا ما فاضيينش. دي آخر شعرة تربطني بالواد عطا، فرصته الأخيرة. وبعد ما يفوق لو غلط غلطة واحدة ما هيبقاش قدامي غير إن أخلص منه. ونهائي. دول عشان ما تلوكش في الكلام وترد دغري. حاضر يا باشا. وقت سعادته سمين. حاضر. امرني يا باشا، انا تحت امرك اقول والله على كل اللي انت عايزه، بس سيبك كفايه ضرب. تعرف الواد ده يا واد؟ يا باشا انا اسمه مجاهد يا باشا، مجاهد. وايه حكايتك معاه؟ يا باشا انا عارفه من المكسب يا باشا، كان بيقعد على القهوه هناك. انت هتحكي قصه روح امك، خش في المفيد. أمل يا دحروج. احكي حكايتك يا واد. مصباح يا باشا اتفق معايا عشان اعمل مغرز في سي طلعت، واخلي بنت خالتي تتبلى عليه وتقول انه تهجم عليها فضيتها في نص الليل. طبعا فاكر الحكايه دي يا عطا، وانا اللي طلعت منها بعد ما وصلنا المكان الواد ده واعترف باللي عمله. وعملت المغرز في طلعت لحساب مين؟ لحساب المعلم رزق يا باشا، هو اللي امرني ارتب كل حاجه. اصله كان عايز يوسخ سمعه سي طلعت عشان ما يتجوزش بنت مراته يا باشا. وحكايه المكس القديمه باللي ضرب عطا على راسه وسرق بضاعته. ردته يا زباله. انا يا باشا، انا يا باشا اللي ضربت سي عطا، وانا كمان اللي سرقت شنطه البضاعه. بس والله العظيم يا باشا المعلم رزق هو اللي خدها ودفسها في الكشك بتاعك سي طلعت يا باشا. غصب عني يا باشا، ما اقدرش اقول له لا والله العظيم. غصب عنك يا وسخ يا وسخ. ورزيق كان غرضه ايه من ده كله؟ كان عايز يا باشا يوقع ما بين سي عطا وسي طلعت. كان عايزهم يمسكوا في بعض عشان يسيبوا هما الاتنين شامه ويخلق هو بيها يا باشا. اصله بيحبها ومش عايزه تبعد عنه ابدا يا باشا. ايه رايك يا عطا؟ رزيق عرفت دلوقتي مين اللي شغلب كيانك ولعب بيك وخلاك في التربش مالكش مخ تفكر بيه؟ عرفت ليه انا وقفت جنب طلعت ودفعت عنه؟ خلوه مرمي هنا لحد ما اقول لكم تتصرفوا معاه كيف. وانت يا عطا بكره الصبح عايز اشوفك زي الاول، مخك في راسك، والا قسما بالله اخرتك معاي هتكون سودة. انا عملت كده بس علشان الرجاله اللي توسطوا لك عندي، فاهم؟ فاهم يا لورد، مش طالب من سعادتك غير السماح.